السلام عليكم ورحمه الله. عاملين يا بنات؟ النهارده ان شاء الله هقفل معاكم طقم الجبير الهندي، وهوريكم ازاي ان شاء الله هقلل في القماش، وهوريكم ازاي هخليه منفوش ومنفوخ كده، زي ان شاء الله ما هتشوفوه في الصوره بالظبط. ان شاء الله انا معايا مترين. احنا عارفين ان احنا بنجيب الجبير الهندي ده للكورنيش بنجيب له 2.5 متر. انا ان شاء الله جبت 200 بس، عشان انتوا عارفين طبعا بيبقى سعره غالي فبيغلي الطقم جامد، فبنحاول على قد ما نقدر نقلل في القماش. فانا جبت 200 بس، وهوريكم برضو ان شاء الله ازاي نعمله بطريقه تخليه منفوش ويبان كأن ان انا جايبه امتار كتير، مش ان انا مش مبين ان انا مقلله في الامتار خالص. ده ان شاء الله. اول حاجه انا عندي، انتوا عارفين زي ما انتوا عارفين ان الجبير دون بيبقى ليه ناحيتين، اللي هو بكنارين، يعني ادي كنار وكنار. فانا طبعا بقسمهم لاتنين، بيديني عندي جنب فيه الكنار اهو، جنب فيه الكنار ده بيبقى 2 متر وادي الجنب التاني برضو 2 متر. كده قسمت اللي هو الجبير اللي بكنارين، قسمته بقى معايا ادي 2 متر و2 متر. اوصلهم ان شاء الله كده ببعض. بس اول حاجه صلوا على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا هنا هوصلهم بعض، بس خلي بالكم يا بنات لازم نتاكد ان احنا هنحط الوش على الوش عشان ما ننساش ونعمله على الظهر ده. فانا هحط الوش على الوش، ادي الكنار على الكنار اهو، وهوصلهم ببعض. حاولوا ان انتوا تمشوا على الخياطه يكون على الحرف خالص. انا هنا هبتدي اخيط. انا اهو خيطت على الحرف خالص. بفتح بقى الخياطه بتاعتي، او فتحته على الوش، امشي من هنا كده بس احاول ان انا لما امشي على النص كده بالظبط، علشان خاطر عشان خاطر تبقى الخياطه بتاعتي مريحه كده اهو. انا فتحت الخياطه بتاعتي ده الوش اهو، وهبتدي امشي في النص بالظبط عشان الخياطه بتاعتي تبقى مستريحه كده، ما يبقاش باين قوي ان هو متخيط. الحركه دي يعني بحاول اعملها في اي تانية بديها كده، في اي توصيله بوصلها. انا كده وصلت الاتنين مع بعض اهم. بقى كده عندي كام متر؟ بقى كده عندي 4 متر لما وصلت الكنارين مع بعض. دلوقتي ان شاء الله هوصلهم بالملايه، وهوريكم برضو انا عاملها ازاي. بصوا هنا انا موصله الكرانيش بتاعتي عادي خالص، موصلاه في الملايه. الناس المبتدئه اللي لسه جديد، الكرانيش دي يعني احنا بنعمل الملايه دايما بعملها اللي هي متر، اللي هي 3.60 متر، بعمل الملايه 2 متر، والكرانيش دي بتبقى متر، وبقسمه 50 و50 وبوصلهم في بعض، وبعملهم لهم الكرانيش دي، وبعدين اوصلهم في الملايه عادي، معموله اوفر اهي من جوه. هنا بقى هبتدي اعمل التركيه اللي قلتلكوا عليها علشان خاطر الجبير بتاعي يبقى منفوش. في ناس ما بتعملش كده، في ناس بتخيط الجبير بتخيط الجبير ده مع الكورنيش وبعدين تعملوا كسر، بتعملوا 2 كسر مع بعض، وبعدين وصلوه في الملايه. انا ما بعملش كده عشان انا زي ما قلت لكم بنحاول ان احنا نقلل في القماش. فانا هعمل انا دلوقتي ادي الكورنيش بتاعي اهو، كورنيش الملايه على وشه اهو، قدامي على وشه. هاجي الجبير برضو، الجبير اهو ادي الوش بتاعه كده، احط برضو على وش احط على وش الملايه، يبقى احط الوش على الوش كده. الظهر اللي قدامي ده كده الوش اهو الظهر كده اللي امامي. هعمل بقى؟ حطيت الوش على الوش، هسيب هنا قد 10 سنتي، هسيب كده قد 10 سنتي، 10 او اقل من 10 بشويه اهو. شايفين انتوا الحته دي؟ يعني حوالي 5 أو 6 سنتي. اسيبها واخيط. انا مش عايزه اخيط من اول هنا، لا انا عايزه اسيب الحته دي. اوريكم برضو النتيجه في الاخر هيبقى عامله ازاي. عايزه اسيب الحته دي وابتدي ان انا امشي بالخياطه
عادي. واعمل ايه، اعمل الكسر بتاعتي اوريكم بعملها ازاي. اهو انا مشيت اهو، همشي كده قد شبر اهون، من غير ما اعمله كسر، يعني شبر كده من غير ما اعمله كسر. وعلى قد ما اقدر احاول اظبط القماش بتاعي من تحت الجبير كده، ومن هنا من قدام. انا سبت شبر اهو، ابتدي بقى ان انا اعمل الكسر بتاعتي زي ما انتوا شايفين. انا سايبه ايه، سايبه الحته اللي هي 5 سنتي او دي الحته دي اللي هي فاضيه دي. ونعمل الكسر عادي، بس اهم حاجه نظبط القماش. وعلى قد ما اقدر كل شويه اخد المسافه دي اللي هي 3 صوابع دي، مش عارفه باينه ولا لا، اللي انا بسيبها فاضيه، اخليها على قد ما اقدر متساويه. هي حوالي 3 صوابع كده، زي ما انتم شايفين. طول ما انا ماشيه بظبط القماش من تحت الجبير يبقى مظبوط، وباخد بالي ان ايه، ان انا قدامي 3 صوابع كده، قد 3 صوابع كده فاضيين، عشان المسافه تبقى كلها زي بعض، ما يطلعش الجبير حته فوق وحته تحت، لا. يعني قدامي 3 صوابع اهو، وامشي كده ايه، وامشي على الجبير. طبعا ان شاء الله لو عايزين تشوفوا فيديو القص هتلاقوه ان شاء الله، هتلاقوه تحت ان شاء الله في صندوق الوصف، هحطه لكم. وباذن الله المره الجايه هنقص مع بعض طقم الملايه القماش للبنات المبتدئه. اهو انا كده خلصت الكسر بتاعتي كلها. جيت على اخر حته برضو زي ما عملت في الناحيه التانية، اسيب برضو قد شبر كده، بسيب قد شبر كده من غير كرانيش، من غير ما اعمل له كرانيش، عشان يبقوا الناحيتين كده زي بعض. انا كده اهو كده بعد ما عملت وصلته، هاجي بقى هقلبه على الكورنيش، لان ده الكورنيش اهو بتاعي، فانا هقلب بقى الجبر ده على الكورنيش كده اهو. انا قلبت اهو الكورنيش، انا كده اهو قلبته حطيته بقى كده اهو على الكورنيش. طب تيجي واحده تقول لي، طب ما بالحركه اللي انا عملتها فوق دي، اللي هي سبت هنا مسافه، ما انا كده ممكن يبقى الجبير ده قصير. اقول لها لا، بص الجبير اهو، بص الجبير كمان في حته كمان زياده اهي، علشان خاطر انا عامله الجبير ده، عامله طوله كده 60 سنتي، زي ما احنا عارفين ده بيبقى 50 سنتي، ومع الخياطه مع التاني كده بيوصل ايه ل45. فانا لما اجي احط عليها الجبيره زي ما شايفين كده، هتبقى بالطول ده، وانا هتبقى اطول كمان من الكورنيشه اللي تحت. طبعا اخر حاجه بقى بعملها، بروح مخيطه الجناب، بخيط ده كده علشان خاطر الجبير يبقى ثابت كده على القماش. يعني انا بتني كده تانية، بتني الجبيره دي كده تانية اهي، وبروح موصلاها كده بالكورنيشه بتاعه القماش كده، وبخيطهم مع بعض عشان خاطر الكورنيش بتاعي كده يبقى ثابت اهي، وبروح مخيطاهم مع بعضيهم اهي. انا هاتني كده وايه، اوصله الاول اظبطه كده من فوق، اظبطه كده من فوق عشان يبقى مظبوط معايا، ميبقاش فيه كلكعه، وهخيطه من الجنبين اهو. هيبقى فيه زي ما انتم شايفين هي حته فاضيه، حته كده بتبقى مدلدله كده، بس برضو ايه هتنيها وهخيط برضو، يعني انا هخيط من اول هنا
بعد ما خيطته اهو كده، اخيطه برده من الجنب التاني وهوريهولكوا بقى انا فرداه ازاي بيبقى منفوش. انا هنا بخيط الجنب التاني. اهم حاجه في الخياطه الفينش، طول ما انا ماشيه لقيت اي شكل اي حاجه بقصها عشان خاطر يبقى ايه الشكل في النهايه يبقى مرتب وحلو. ده طبعا اللي بيميز شغلك. طبعا لازم الخيط يبقى متناسق مع القماش، يعني ما استسهلش واحط اللي موجود وخلاص، لا. انا كده قفلت الجنب التاني اهو كده. ده كده ما شاء الله الجبير ما شاء الله طالع تحفه. هنا بقى انا عشان اركب الشريطه دي اللي هي بتركب بسيب هنا ادي الكورنيش، بسيب هنا واخش كده قد 15 سنتي، يعني المسافه الفاضيه دي بتبقى 15 سنتي. الشريطه دي بتبقى حوالي 20 سنتي. فانا بعد ما سبت هنا ال 15 سنتي كده بحط الشريطه بتاعتي وابتدي ان انا ابتدي اخيطها، اظبطها كده، احاول اظبطها واظبط القماش كده من تحتيها اهي. ادي الحته الفاضيه اهي دي 15 سنتي اهي، وابتدي ان انا اظبط الشريطه بتاعتي دي وابتدي اخيط اهي. بظبط كده القماش بتاعي عشان ما يبقاش فيه عبعبه من تحت، وطول ما انا ماشيه بقيس بصباعي كده بالصباعين دول 15 سنتي، بعمل كده يدولك يعني 15 سنتي اللي هي الحته الفاضيه دي، بحيث ما اجيش مثلا اروح عوجه القماش كده او عاملاه كده، لا هو يبقى قدامي كده طول ما انا ماشيه. بظبط الشريط ده واظبط قماشي واقيس كده بصباعي كده 15 سنتي طول ما انا ماشيه ادي كده، اخره يبقى هنا كده، وابتدي امشي اخيط. طبعا انا مش هتني ولا اي حاجه، انا هخليه زي ما هو كده عشان لسه هحط له الفل هنا او الجبيره الرفيعه هنا. طول ما انا بخيط لازم اظبط القماش بتاعي، لازم علشان خاطر ما يبقاش فيه عبعبه، واعلم بصباعيني كده 15 سنتي كده. بالطريقه دي ان شاء الله يبقى الشغل بتاعي مرتب ويبقى جميل وما يبقاش فيه غلطه. دايما اهم حاجه ان انا افرد القماش خالص واقيس المسافه بتاعتي اللي هي 15 سنتي واخيط. ظبط القماش طبعا ان شاء الله. زي ما انتوا عارفين الشغل بتاعنا ده لازم تستنضفي تجيبي خامه نظيفه، تكون خامه حلوه علشان خاطر اللي ياخد منك مره يعجبه الشغل فطبعا هياخد تاني. ففي طبعا زي ما احنا عارفين قماش نزل دلوقتي في السوق مخلوط ومش في قماش مش حلو، مش في مخلوط. المخلوط ده اللي هو اللي احنا بنجيبه ده حلو، لكن في انواع تانية طبعا احنا عارفينها بتبقى مش حلوة، فبلاش ان احنا نسترخص. زي ما انتم شايفين اهم حاجة ان الواحد يظبط القماش من يفرده كده جامد، يقعد يفرد كده فيه جامد علشان خاطر الشريطة دي بالذات ما تعملش عبعبة كده ويبقى شكلها مش ظريف. بتتعبي شوية بس شغلك بيطلع في الاخر نضيف وحلو. وبعد طبعا ما بتخلصي تشوفي لو في فتل في حاجة بتشطبيها، خلي بالك تمسكي الطقم وانتي بتكوي كده، خلي بالك في فتلة اي حاجة يبقى معاكي المقص بتاعك في ايدك، اي فتلة في حاجة تروحي على طول قصاها. تكوي الشغل بتاعك، بعد ما تكويه تعطريه برضو عشان خاطر ريحته حلوة، بتقدميه للناس كده بنفس حلوة ويبقى ويبقى ريحته جميلة، فالناس تعرف قد ايه انتي حابة الشغل بتاعك دون
وحابه ان انت ايه، مش مجرد ان انت بتخيطي وقاعده وبتخيطي وخلاص، لا، الناس تعرف ان انت مهتميه بالشغل بتاعك، مهتميه كمان بالعميل اللي معاكي. ده طبعا للبنات، انا بكلم البنات اللي هي ايه جديده ومن نفسها تفتح مشروع، ان شاء الله يبقى مشروع مربح وفتحة خير على الكل باذن الله. انا كده خلاص اخر حته، خلاص دي اخر حته من الجنب ده، لسه طبعا هاخدها من الجنب التاني. فاضت معايا طبعا هي حته زياده، دي هقصها ما فيهاش اي مشكله. طبعا في الاخر همشي على برضو الحرف ده اهو. انا برجع تاني كده علشان خاطر برجع تاني من نفس الاتجاه، يعني انا خدت الجنب ده اهو، خدت الجنب ده من الاتجاه ده، ارجع واخد على طول الايه الجنب التاني، يعني ما اقلبش الملاية، لا، من نفس الاتجاه اهو. اساوي برضو كده عشان خاطر ما يبقاش في اي عبعبة، وابتدي ان انا اخيط. طبعا انا هخيط دي بس انا مش ابتدي ان انا اخيط الجنب التاني، برضه على قد ما اقدر اشد في القماش، اشد كده بحيث ما يبقاش في حاجه جوه. اهو بمسك كده القماشه مع الجبيره الاتنين مع بعض وبروح مخيطه عشان الجبير ما يفلتش مني، لان زي ما انتم شايفين قماشته خفيفه، هو بيبقى ماشي اللي هو التول ده. اهو انا خلاص كده خيطت الشريط ده من الجنبين. الخطوه بقى اللي بعد كده بجيب الفل اللي انتم شايفينه دون، الفل دون، وبحطه على الايه، على الحرفين، على الحرف، عشان طبعا ما فيش اي خياطه هنا معايا تبقى باين ويبقى الشغل نضيف. بنروح حاطين دون، بنحطه من هنا ومن هنا. هوريكم بس بعمله ازاي. وبحط من الجنب التاني كمان. انا بصراحه كنت عايزه اعملها بيضه، بس انا ايه قلت لا ده اشيك، هي البيضه بعيد، يعني انا حسيت ان البيضه لا بعيد قوي، لكن ده ماشيه معاه جميله. بروح بقى ماشيه عليه خياطه، طبعا بيبقى من نفس لون القماش علشان خاطر ايه يبقى شكله في النهايه، التشطيب في النهايه يبقى حلو. وان شاء الله هوريكم بقى وهي مفروشه اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا زي ما انتم شايفين هنا القصر كبيره ازاي، مش باين خالص ان دون مترين اهو. هتشوفوا طبعا ان شاء الله مفروش على السرير. ده يبقى الشكل النهائي ان شاء الله. ان شاء الله استنوني في تقفيل الخداديه باذن الله، اقفلها معاكم. انتظروني. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشترك في القناه، عشان ان شاء الله هنزل حاجات كتيره الفتره الجايه، احنا داخلين على موسم رمضان والعيد، ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.